تسوس الأسنان موضوع زاد كيف مهم جدا، ولازم يعرفوه كل المواطنين وكل الصغار متاعنا. اللي تسوس الأسنان يبدأ العوامل اللي توفر تسوس الأسنان هي تغذية غير صحية، هي جراثيم، هي أسنان متواجدة اللي هي متواجدة في الفم، وهي عامل الوقت. وعامل الوقت هو أهم عامل، اللي هو بعد نرجعوا له في الوقاية. دونك كيف يتلقاو الاربع لي كات فاكتور هذوما، ولا الاربع عوامل هذوما، تتكون السوسه في السنين نتاع صغارنا وكبار. تسوسات صغيره ولا سطحيه، فما تسوس متوسط العمق، وفما تسوس عميق. ايش معناها عميق ومتوسط ولا سطحي؟ هو بعد التسوس على اللب ولا البلب، ولا هو اللي يقولوا بالدارجه الاعصاب نتاع الاسنان. دونك احنا قد ما نبعدوا على الاعصاب هذيك، قد ما احنا في زون دو سيكوريتي بين ظفرين من امراض ومشاكل تنجم تكون خطيره جدا. قد ما نبعدوا عليها، وقد ما تكون سوسه صغيره هذيك، قد ما هو باهي للصحه نتاع السنه في حد ذاتها، وصحه الصغير ولا الكبير اون جينيرال. اهم نقطه كما قلت في العوامل هذه هي عامل الوقت. علاش عامل الوقت؟ هو يدخل في الوقايه. قد ما تجي تاخذ هذه سنه نتاع المريض نتاعنا، تحط فوقه الجراثيم، واحنا فمنا ديما معناها مفتوح وعرضه للجراثيم نتاع الانفيرونمون كله، نتاع الطبيعه ومتاع الدنيا اللي دايره بينا، ومع الاكل يكون مش صحي. تعطيه مثلا درج، مش كيما تعطيه ساعه الانفيرونمون ولا العوامل هذه. هنا قد ما تعطيه وقت، قد ما السوسه مش تخدم على راحتها، وقد ما السوسه مش تاثر على السنه نتاعنا. دونك في عامل في الوقايه نتاعنا هو عامل الوقت. وهو حكينا سنينا كما حكينا وديما ناكدوا عليه بعد كل وجبه نتناولوها، وهنا نساهموا باذن الله في وقايه وسلامه الاسنان نتاعنا. وهذه اهم نقطه انا نركز عليها، هي عامل الوقت. كليت انا ننصح وليداتنا وكبارنا، ننصحهم باش بعد كل وجبه يمشي يحك سنيه، باش هكاك يحافظ على سلامه ونظافه الاسنان.